بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد، وهنشرح النهاردة درس التطابق، الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، هندسة الصف الأول الإعدادي. تعال نتعرف أكتر على التطابق عن طريق تطابق القطعتان المستقيمتان، تطابق الزاويتان، تطابق المضلعان، وهم دول الأفكار الأساسية اللي في درس النهاردة. هو درس صغير بس محتاج منك تركز عشان ده تمهيد للدرس الجاي إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عنها هو تطابق قطعتان مستقيمتان. لو أنا عندي قطعة مستقيمة اسمها ألف باء، وقطعة مستقيمة تانية اسمها جيم دال، وجيت قلت لك إن الألف باء طولها ب5 سم والجيم دال طولها ب5 سم، يبقى هقدر اقول على القطعتان المستقيمتان دول ان هما متطابقان. ليه بقى؟ لانه بيقول لي يتطابق القطعتان المستقيمتان اذا كانتا متساويتان في الطول. يعني لو القطعتين المستقيمتين متساويتين في الطول اقدر اقول عليهم متطابقتان. وساعة ما هاجي هكتبهم بالشكل ده، هقول ان الف باء قطعة مستقيمة تطابق جيم دال قطعة مستقيمة. وخد بالك ان في شرط هنا لازم اخد بالي منه. لو الرمزين بتوع الف باء عليهم العلامة بتاع قطعة مستقيمة والجيم دال عليهم علامة قطعة مستقيمة، يبقى لازم في النص احط ما بينهم تطابق. طب لو ما فيش العلامتين دول يبقى احط تساوي. بمعنى يعني انا اقدر اكتبهم كده الف باء تساوي جيم دال. يبقى حطيت تساوي ليه؟ عشان ما عنديش علامات القطعة المستقيمة. لكن لو عندي علامات القطعة المستقيمة اقول تطابق. ده بالنسبة لتطابق قطعتان مستقيمتان. اللي انا عايزك تفهمه وتحفظه الجزء ده، يتطابق القطعتان المستقيمتان اذا كانتا متساويتان في الطول. هنيجي على تطابق الزاويتان. قال لي تتطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس. يعني ايه؟ ادي متساويتان في القياس. طب يعني ايه يا استاذ؟ لو انا معايا زاويه اسمها الف باء جيم اللي احنا بنقدر نقول عليها زاويه باء، قياسها ب50 درجه، وزاويه تانية اسمها س صاد عين اللي هي زاويه صاد، قياسها برضو ب50 درجه. طالما قياس زاويه باء بتساوي قياس زاويه صاد، يبقى اقدر اقول ان زاويه باء تطابق زاويه صاد. يبقى اجي هنا بما ان قياس زاويه باء بتساوي قياس زاويه صاد، يبقى اذا زاويه باء تطابق زاويه صاد. تتطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس. هنيجي بقى على المضلعين. المضلع هو شكل هندسي يتكون من عده اضلاع، ممكن يتكون من 4 اضلاع، 5 اضلاع، 6 اضلاع، ايا كان عدد اضلاع. امتى اقدر اقول على المضلعين ان هم متطابقين؟ لازم بقى التعريف بتاع تطابق المضلعين دول اكون حافظه زي اسمي، لان ده اللي هيساعدني فيما بعد، وفي ساعات كتير جدا بيجي على هيئه اكمل في السؤال. يقول لي يتطابق المضلعان اذا وجد تناظر بين رؤوسهما. واحده واحده كده. اذا وجد تناظر بين رؤوسهما، تحس ان الشكلين من بعيد كده شبه بعض، وكل راس من رؤوس المضلع الاول في رأس شبهه بالظبط في المضلع التاني. ده معنى كلمة تناظر. إذا وجد تناظر بين رؤوسهما بحيث يطابق كل ضلع وكل زاوية في أحدهما نظيره في المضلع الآخر. يعني عشان أقدر أقول إن في مضلعين متطابقين لازم جميع أضلاع المضلع الأول يكونوا بيساووا نظيرهم في المضلع التاني. يعني كل ضلع بيساوي اللي واخد مكانه في المضلع التاني، ولازم كل زاوية في المضلع الأول تكون بتساوي نظيرها في المضلع التاني. زي مثلا الشكلين دول، نحاول نقرب كده عشان يبانوا. أقدر أقول على المضلعين دمت إن هما متطابقان. ليه بقى؟ لو ركزت هلاقي زاوية ألف بتساوي زاوية س، وزاوية باء بتساوي زاوية صاد، وزاوية جيم بتساوي زاوية عين، وزاوية دال بتساوي زاوية ميم، وزاوية هاء بتساوي زاوية لام. وإيه تاني؟ كده الزوايا المتناظرة متساوية. في ايه تاني بقى؟ الاضلاع المتناظرة هلاقيها برضو متساوية. يعني لو ركزت هلاقي الف باء بيساوي س صاد، الباء جيم بيساوي صاد عين،
الجيم د بتساوي عين لام، الدال هاء بتساوي ميم لام، الهاء ألف بتساوي لام س. يبقى هنا أقدر أقول له إن المضلع ألف باء جيم دال هاء، ألف باء جيم دال هاء يطابق المضلع. ركز بقى هنا، قال لي يفضل كتابة المضلعين بنفس ترتيب الرموز. بمعنى أنا في المضلع هنا بدأت بألف، مين اللي بيناظره أو اللي بيساويه في المضلع التاني؟ س، يبقى لازم في المضلع التاني أبدأ بس. بعد الألف رحت للباء، مين اللي بيساويها صاد؟ يبقى لازم أكتب الصاد بعدها. بعد الباء رحت للجيم، مين اللي بيساوي جيم؟ عين، يبقى لازم أكتب العين. بعد الجيم رحت للدال، مين اللي بيساوي دال؟ ميم، أكتب الميم. بعد الدال رحت للهاء، مين اللي بيساوي هاء؟ هلاقيها لام. يبقى المضلع ألف باء جيم دال هاء يطابق المضلع س صاد عين ميم لام، لأن الشرطين بتوعي اتوفروا. الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول، والزوايا المتناظرة متساوية في القياس. وخد بالك أنا عن طريق كتابة الرؤوس بنفس الترتيب هقدر إن أنا أطلع قياسات الزوايا المتساوية وأيضا أطوال الأضلاع المتساوية بدون ملجأ لأن أنا أبقى شايف الشكل أصلا. أنا أقدر هنا أقول لك إن زاوية ألف بتساوي زاوية س، وزاوية باء بتساوي زاوية صاد، وزاوية جيم بتساوي زاوية عين، وزاوية دال بتساوي زاوية ميم، وزاوية هاء بتساوي زاوية لام. وأيضا أقدر أقول لك إن الألف باء هيساوي السين صاد، والباء جيم هيساوي الصاد عين، والجيم دال هتساوي العين ميم، والدال هاء هتساوي الميم لام، والألف هاء هتساوي السين لام. يبقى أنا لو كتبت الرؤوس بتاعة المضلعين مترتبين ومتناظرين، كل رمز بيساوي اللي قصاده، هقدر ان انا اطلع الزوايا المتساويه في القياس عن طريق الاسم بتاع المضلعين، واقدر ايضا اطلع اطوال الاضلاع المتساويه عن طريق اسم المضلعين. في شرطين لازم يكونوا متوفرين عشان اقدر اقول على المضلعين ان هم متطابقين. اول شرط لازم تبقى الاضلاع المتناظره متساويه في الطول، تاني شرط لازم تبقى الزوايا المتناظره متساويه في القياس. طيب لو هو اداني مضلعين بقى متطابقين جاهزين، قال ان المضلع ده يطابق المضلع ده، انا هقدر استنتج واستفيد من المعلومه دي ايه؟ قال لي هتستفيد منها كتير طبعا. طالما معاك مضلعين متطابقين اعرف ان الاضلاع المتناظره هتكون متساويه في الطول، والزوايا المتناظره هتكون متساويه في القياس، لان شرط التطابق متحقق اصلا. زي المثال ده كده، لما اجي اقول لك الملاحظه بتاعت اللي انا لسه قايلها اهي، ملاحظه اذا كان المضلعان متطابقان فان كل ضلع وكل زاويه في احدهما يطابق نظيره في المضلع الاخر. لو انا جيت هنا قلت لك عندي المضلع الف باء جيم دال، الف باء جيم دال، المضلع ده كده يطابق المضلع الف باء س صاد، الف باء س صاد، المضلع الثاني ده كده. هستنتج ايه؟ قال لي هستنتج ان جميع الاضلاع المتناظره هتكون متساويه، وجميع الزوايا المتناظره هتكون متساويه. يعني لما اجي اقول لك الف د هيساوي اللي واخد مكانه، او ممكن اجيبها من هنا، الف د هيساوي مين؟ الف صاد. طب د ج هيساوي مين؟ صاد س. طب باء ج هتساوي مين؟ باء س. من غير ما ابص للشكل اقدر عن طريق الاسمين اطلع الاضلاع المتناظره المتساويه. طيب قياس زاويه د، زاويه د هنا او خليها هنا، زاويه د هنا هتساوي مين؟ قياس زاويه ص. طب قياس زاويه ج، ادي ج اهي، هتساوي س. طب قياس زاويه الف باء ج، الف باء ج، الف باء ج يبقى هتساوي الف باء س، الف باء س. طيب الف باء ج ده بتساوي الف باء س ده، وخد بالك ان ج باء س على استقامه واحده. معنى يا استاذ كلمه على استقامه واحده دي احنا قلناها في الدروس السابقه بتاعه الهندسه. قلنا طالما على استقامه واحده يبقى قياس الزاويه ما بينهم مستقيمه، يعني قياسها ب 180 درجه، يعني الزاويه من اول هنا لحد ما اروح الناحيه الثانيه هنا ب 180 درجه. يبقى انا اقدر اقسم 180 على الزاويه دي والزاويه ديت تديني دي ب 90 ودي ب 90. واللي انا بقوله ده جت فكره في مره في الاعوام السابقه في قلب امتحان نص السنه.
طيب يبقى انا قدرت ان اجيب الزاويه دي ب 90 ودي ب 90 عن طريق قاعده خدتها في الدرس الاول في الهندسه. تعال نكمل. قياس زاويه د ا ب. د ا ب يبقى هتساوي ص ا ب. قياس زاويه ص ا ب. تعال نكتب دي كده. قياس زاويه ا ب س. صعب الكلام؟ طب لما اجي اسالك سؤال اقول لك ان الالف باء ده اهو بيمثل لي ايه في الشكل؟ قال لي يا استاذ الالف باء ده هو قاسم الشكل نصين، وطالما قاسم الشكل نصين اقدر اقول عليه محور تماثل للشكل الكبير. يبقى الف باء يسمى محور تماثل للشكل. انه بقى الشكل الكبير بقى الف د ج باء س ص. الف د ج ج س بقى مش محتاج اقول الباء س ص. صعب يا جماعه الكلام؟ طب تعالى نشوف مثال كمان. في الشكل اللي قدامي دوت مديني المضلع س ص ك م يطابق المضلع ا ب ج م. س ص ك م يوصف بيه المضلع ده كده. يطابق المضلع ا ب ج م. ا ب ج م المضلع ده كده. المضلعين دول متطابقين، وطالما متطابقين يبقى جميع الاضلاع المتناظره متساويه في الطول وجميع الزوايا المتناظره متساويه في القياس. اكمل. س ص ا س ص هتطابق مين؟ ا ب. ولكن لو كتبتها كده غلط لازم احط فوقها قطعه مستقيمه. ص ك ص ك هتطابق ب ج. بس هنا تساوي يبقى مش هحط قطعه مستقيمه. ا م بتساوي كام سنتي؟ ا م زيها زي س م يبقى هتساوي 6 سنتي. طب ا س كلها مش احنا اتفقنا ان دي ب6 ودي زيها ب6؟ يبقى الالف س كلها هجمع 6 و6 تديني 12 سنتي. طب قياس زاويه ص ادي زاويه ص مين اللي واخده نفس مكانها؟ باء يبقى بتساوي قياس زاويه باء. طب قياس زاويه س ادي زاويه س بتساوي قياس زاويه الف هي اللي واخده نفس مكانها. طب قياس زاويه ج م الف ج م الف بتساوي ك م س دي ب 65 يبقى دي زيها ب 65 درجه. طب قياس زاويه الف بتساوي كام درجه؟ مش احنا قلنا ان الف بتساوي س؟ س فيها مربع يعني ب 90 يبقى الف زيها ب 90 درجه. طب قياس زاويه ك م ج ك م ج ده عايز الزاويه دي يا استاذ. ركز كده عشان هو بدا يربط لي الدنيا ببعضها. بدا يربط لي الدروس اللي احنا خدناها قبل كده في الهندسه بدرس النهارده. احنا اتفقنا ان الزاويه دي ب 65 يبقى اللي جنبها اللي قصادها دي برضه ب 65 زيها. دي ب 65 ودي ب 65 هو عايز اللي في النص ما بينهم دي. قال لي يا استاذ انا لو عملت كده من هنا لحد ما رحت هنا دي كلها ب 180. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان س م ا دي زاويه مستقيمه. زاويه مستقيمه، وطالما زاويه مستقيمه يبقى قياسها ب 180 درجه. معاه منها 65 و65 يبقى هجمع دول واطرحهم من 180 يبقى اقول له بتساوي 180 ناقص 65 زائد 65 اللي هي تديني 50 درجه. طب قياس زاويه ج م س ج م س يعني عايز الزاويه ديت زائد الزاويه دي. الزاويه دي انا لسه جايبها ب 50 درجه واللي جوه الشكل ب 65 درجه يبقى هجمع 50 زائد 65 بتساوي 115